مرحبا يا شباب. قصتنا لهذا اليوم كان في بيت فخم كتير، وهو أفخم بيت بهي القرية، وبيت بسيط وفقير كتير. وحصلت لهدول البيتين قصة غريبة وعجيبة وصادمة. إذا بدكم تعرفوا شو صار، حطوا لايك واشتركوا بالقناة وتابعوا هذا المقطع حتى النهاية. يا صباح الخير. طبعا انا هو الغني. انا عندي افخم بيت بهي القرية. شوفوا بيتي. بيتي من الإيميرالد. بتعرفوا شو يعني إيميرالد؟ يعني انا فخم. شوفوا الشغلات اللي عندي. شوفوا عندي إيميرالد، يعني هي بلوكة الإيميرالد. بتشتري لي اللي بدي اياه. انا بقدر اعمل اي شيء. شوفوا بيتي الفخم. بيتي مجرد ما في إيميرالد معناته هو افخم بيت. خليني يطلع بس. شوفوا ما شاء الله. شوفوا يعني الجاي من هون وبشوف بيت إيميرالد بيعرف انه في شيء. ليش هالباب ما عم يتسكر؟ ايه والله انه بيت فخم. وات شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد البيت يا شباب؟ شوفوا. شو هالبيت الديرت المعفن هاد؟ لا لازم انا اشوف حل يا شباب. شو هذا؟ وات شو هاد يا شباب؟ شوفوا العفن وات. الله يعين بس يا شباب. خلينا نطلع بس. انا ما بقبل ابدا انه يكون في بيت هيك جنب بيتي يا شباب. انا شو راح اعمل؟ راح امحيه عن الوجود. راح امحيه عن الوجود لهذا البيت يا شباب. الله مع هذا البيت. بتقول ليش هيك يا شباب؟ انا صاحب بيت الإيميرالد. انا صاحب بيت الإيميرالد ويصير فيني هيك؟ لا والله ما راح ارضاها على حالي. صاحب بيت الإيميرالد، يعني تخيلوا الجاي من بعيد يا شباب يشوف بيت إيميرالد فخم وجنبه بيت مثل هاد قبيح ومقزز. يا شباب شو راح يعمل؟ شو راح يعمل؟ والله ما بعرف شو راح يعمل. راح يجن اكيد يا شباب. راح يجن ويباعد يعني بيخرب لي شكل بيتي يا شباب. بيخرب لي شكل ومنظر بيتي. انا اللي بشتغل بافخم شركة وعندي افخم بيت يصير فيني هيك؟ مستحيل هيك يا شباب. خلينا نقش كل هدول وهذا السرير. ونقش علي كمان يا شباب. يلا بس على كل حال خلينا نسأل هذا القروي لمين هذا البيت. والله صار عندي فضول اعرف لمين هذا البيت. خلينا نسأله. مرحبا عمو القروي، مرحبا. اهلين اهلين عمو. ليش هيك عملت بهذا البيت؟ حرام. شو حرام؟ هذا واحد فقير اجا سكن هون. والله كتير فقير. حرام عليك. تحترم حالك. حلو هيك يكون في بيت دير جنب بيتي؟ روح انقلع روح. خليني انا اروح على شغلي وشركتي. هو يلا يا شباب خليني ارجع على بيتي. وين بيتي؟ بيتي انقش كله يا شباب. شو هاد؟ بيتي سريري. لا يا شباب شو هاد اللي عم يصير؟ لك انا يعني صحيح بيت ديرت، بس ليش؟ مين اللي عمل هيك؟ خليني يا شباب نسأل هذا القروي. مين اللي عمل هيك؟ انا ما لازم اعرف يا شباب. مرحبا عمو القروي. اهلين اهلين عمو. مين خفالي بيتي عن الوجود يعني؟ بس بدي افهم. شايف صاحب بيت الإيميرالد ما عجبه يكون في بيت ديرت جنبه وفقير جنبه، وراح وخرب لك بيتك. اه يعني هذا متكبر. ايه والله يا عمو. طيب خلص الله لا يوفقه. بس اصلا انا ما بدي اسكن جنب واحد هيك. انا فكرت بسكن جنبه بشوفني فقير بيساعدني. هيك بيعمل. الله لا يوفقه. بس خليني روح. اوف يا شباب واخيرا رجعت. بس ما بتعرفوا شو صار فيني يا شباب. انا انطردت من الشركة اللي كنت عم اشتغل فيها. بتقولوا لي ليش؟ ما بعرف. اتهموني بالسرقة يا شباب، اني انا عم اسرق من الشركة يعني. وهذا بيتي الفخم اللي انتو شايفينه والموارد اللي عندي اياها كلها راح تروح. وما راح اقدر اعمل منها شي يا شباب. ما راح اقدر استفاد منها شي. شوفوا هذا البيت. اتهموني انه كل المصاري اللي انا اخذتها منهم هي كلها انا سارقة. ما بعرف شو هالتهمة الغريبة. والله انا بريء. بتوقع عرفت ليش صار فيني هيك. هذا الفقير اللي كسرت له بيته ما كان لازم اعمل فيه هيك. هي الله عاقبني بسرعة. خليني اروح اقول له القروي اذا شافه او شي يا شباب، لانه انا لازم صلح غلطتي. مرحبا عمو القروي. اهلين اهلين عمو. بتعرف شي عن الفقير هذا اللي كان هون؟ ايه والله يا عمو بعرف. اجا وعصب ودعا عليك. لا عمو، بس اذا بتشوفه بتقول له فورا يجي لعندي وانا بعمل له اي شي بده اياه. انا سامح يعني، ويقول له يسامحني. خلاص والله انا كتير غلطان يعني بالله. طيب ماشي بس هو راح ما بعتقد يرجع. اوف يا شباب، ما خليني انام اخر يوم الي بهذا البيت. هذا اخر يوم. شو هذا القروي؟ معلش يلا. شكله هذا اللي رح يستلم بيتي محلي يا شباب. الشغيل الجديد بالشركة شكله. يا شباب طبعا بتقولوا مين انا؟ ما انت الغني؟ لا انا هو الفقير يا شباب. بتقولوا لي شو صار؟ ليش معك كل هالموارد كل وهالسيوف ومدري شو؟ طبعا انا يا شباب هو صاحب الشركة تبعيت هداك. بتقولوا لي كيف؟ طبعا انا يا شباب كنت عم اعمل اختبار. انا هو مدير الشركة، وهذا الغني الهون بحياته ما شافني.
فأنا قررت أعمل اختبار يا شباب. إذا إجا حدا فقير وطلب مني المساعدة، أو إجا قعد جنبه عمل بيت جنبه، شو ممكن يعمل؟ هل رح يساعده أو رح يكسر له بيته؟ فهو عمل اللي أنا كنت متوقعه، وتكبر وكسر له بيته. فلهيك أنا طردته. بس هلا رجعته يا شباب. بتقولوا لي ليش رجعته؟ استفسرت من هذا القروي إنه هو إجا ليعتذر وعرف غلطته، مو هيك يا قروي؟ إيه طبعا عرف غلطته وإجا اعتذر. وطبعا هذا القروي كان بيعرف من الأول إني أنا مدير شركة وغني، بس قلت له يتفق معي يا شباب. فلهيك علمناه لهذا الغني درس لا ينسى. وأنا طبعا رجعته على الشغل هلا يا شباب، وتعلم الدرس. بس يا شباب هم نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع. إذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات ليوصلكم كل جديد. ومستمرين بتنزيل أفلام رهيبة وأسطورية يا شباب، فلا تضيعوها يعني. إذا هذا الفيلم ما عجبك، فالأفلام والمقاطع الجاي بإذن الله رح تعجبك، لأنه كل مرة عم نتطور. فلهيك اشترك بالقناة ولا تضيع أي فرصة أنك تشوف أفلامي. وبس، مع السلامة. اشترك بالقناة.